لك ان تتخيل ان كان فاضل ربع ساعة بس والالتيميت يقفل في سيرفر اوروبا، وزي ما انتم ما شايفين كان باقيلي 22 نقطة بس واوصل لرانك الاسطورة. واللي فاكر ان ال 22 نقطة دي حاجة سهلة كده، فاحب اقولك ان انت كده محتاج تجيب جيم وين مع 7 كيلات ما يقلوش عن كده. فتحديت نفسي وقلت ان اخر جيم هيتلعب قبل ما السيرفر ما يقفل ان شاء الله هجيب فيه 22 نقطة. المهم خدت سكوادي ونزلنا سكول عشان احاول اشد كيلات على قد ما اقدر. وهنا نستفتح باول كيل من العمارة اللي قدامي، وصاحبي من الشباك اللي تحت قدر يفنش لي، وكده بسم الله واحد كيل. وبعد كده قلت لهم تعالوا بشوا معايا على العماره اللي جنبنا، وقدرت ان انا اضمن كليتين بطريقه ذكيه. وكده بقى معايا 3 كيل واتبقى لي 4 كيلات بس عشان اضمن ال7 كيلات اللي انا عايزه. الفكره بقى ان كل العماير اللي حوالينا كان فيها ناس ومفيش حد ابدا منهم راضي يبوش، فاتفقت مع تيمي محدش فينا يغلط خالص ونحاول نركز على اخطاء الخصم اللي قدامنا عشان نقدر نبوش عليه. وهنا صاحبي قدر ياخد نوك في العماره اللي قدامنا، فدي كانت انسب فرصه ان احنا نستغل اللقطه دي ونبوش عليهم. اخد الباندج ده. وبالرغم من ان هم ليهم الاولويه عشان ماسكين السلم من فوق وماسكين كمان شوتجنات، الا اننا برضو قدرنا نلعب على اخطائهم وناخد منهم الفايت. وعلى طول لحمنا في العماره اللي بعدها وقدرت برضو اسحب منها كلايه. وبعدها الزون قفلت وكان لازم نتحرك، بس لقينا واحد على الجبل، وبكده اكون جمعت ال7 كيل اللي انا عايزهم. ما فاضلش غير ان انا اخد الجيم وين. وللاسف لودنا كان وحش جدا ومفيش حد فينا خالص معاه هيل، لدرجه ان صاحبي وقع نوك واتفنش وما عرفناش نعمل له اي حاجه. فخدت طرف زون انا والشباب وحاولنا على قد ما نقدر نبعد عن الفايتات، لاننا كده كده مش عايزين غير الوين. وبعدها بشويه في واحد جه واقف في الكشك اللي قدامنا وكانت رجليه باينه من تحت العربيه، فشدته على السريع. وبكده بقى معايا 8 كيل وما تبقاش في الجيم كله غير اخر 5. على طول خدت اصحابي والعربيه ومشينا اطراف زون وحاولنا على قد ما نقدر نفتح لنفسنا مجال للفايت. وهنا صاحبي شال واحد كان ماشي في الاوبن، وصاحبي التاني شال واحد كان نايم في الزرع. وهنا كان في واحد ورا الصخره دي وحاول يسحب على تحت، بس سحبته قبل ما يفلت مني. وكده ما تبقاش غير اخر 2 في الجيم وكانوا في الهانجر اللي قدام. فرسمت خطه حلوه قوي عشان نقدر نبيت الاتنين اللي قدامنا بكل سهوله، واللي هي ان واحد صاحبي هياخد عربيته وهيبش من ناحيه اليمين وهياخد لفه كامله حوالين الهانجر من اليمين للشمال. في نفس الوقت اكون انا بشيت انا وصاحبي من الشمال وهاخد لفه كامله من الشمال لليمين، وبكده نكون ضغطناهم وشتتناهم جدا. ومهما كانوا اذكياء ولاعيبه صعبه قوي يطلعوا من الموقف ده. شفتوا هيما فين؟ Awesome. جبت واحد يمين الهانجر، يمين الهانجر. عندي Watch out. عندي ها. يا عمري. وبكده يكون تمت البشايه بنجاح وتم التحدي بنجاح. قدرنا ان احنا نخش نجيب الوين ب10 كيل، ودي كانت نهايه رحله الوصول لرانك الاسطوره في الالتيميت رويال. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالرحله واستمتعتوا بالجيم الاخير، وبفضل الله جاهزين ان احنا نستقبل اي تحدي في الالتيميت رويال مره تانية، وان شاء الله هشارككم بكل جديد. وشكرا ليكم وشكرا لاي حد وصل معايا للثانيه دي، واحلى مسا عليكم. اشوفكم في فيديو جديد.